يا مرحب بيكم في براح مع داليا حسام. براح هو المساحة اللامحدودة من الوعي والإدراك والمعرفة اللي تساعدنا نعيش حياة طيبة ليها معنى، حياة مليانة محبة سلام ورضا واطمئنان. لسه مكملين مع حضراتكم النية اللي أطلقناها مع بعض، وكمان الرحلة اللي بدأناها مع بعض، رحلة الإصلاح مع الجميلة الرائعة الحبيبة كوتش هند صلاح. بدأنا الرحلة من البداية من الوعي بالمشكلة إن إحنا محتاجين إن إحنا نبدأ الإصلاح، ومرينا بمحطات كتيرة جدا. النهاردة بقى هتكون البداية الفعلية والنية الحقيقية للإصلاح، هتبدأ بقى تتجلى والمسار هيبدأ يوضح وتظهر معالم جماله. زرعنا بذور المحبة والشفاء والقبول والسماح في محطتنا السابقة من رحلة الإصلاح، علشان نكون النهاردة جاهزين بنسخة جديدة قادرة فعلا تصلح ويكون ليها الأثر الأجمل على حياتها وحياة المحيطين بيها، ويبدأ بقى يكبر الأثر ده ليشمل صورة أوسع من الإصلاح في الأرض. محطة الانطلاق النهاردة من رحلة الإصلاح مع كوتش هند صلاح. أهلا وسهلا. اهلا بيك يا دولة. بجدد لقائي بيكي وبجدد تعبيري عن شعوري بالسعادة الإفراط في السعادة، ما مش عارفة هعمل إيه. دي حقيقة والله. يمكن لما عملنا في الحلقة أعتقد الحلقة التانية الجلسة معاكي والتمرين ده، يعني حسيت ان انا برضو ليا دافع داخلي مخليني حاسه بالسعاده دي، لان فعلا بحس ان احنا بحقق الرساله اللي انا شايفه ان انا ربنا حطيني في تجارب كتير في الحياه عشان افعلها واكتشف. ربنا يزيدك فشكرا انتي سعادة. بتساعديني ان احنا نعمل ده، وان احنا نقدم للناس حاجه فعلا تنور حياتهم. يا مسهل الحال يا رب. النهاردة احنا مسميينها، او بمعنى ادق انتي سميتيها الانطلاق او مرحلة الانطلاق. ننطلق تجاه النسخة الافضل مننا بعد ما شفينا الجروح واكتشفنا ودورنا في العمق كده وعرفنا ايه الجوانب اللي محتاجين نشتغل عليها. نبدأ بقى ازاي ومنين؟ اعترفنا بقى، اكتشفنا. على نضيف بقى، نبدأ على نضيف. بالظبط، محتاجين بس نبدأ بخطوة واحدة، ولو كانت الخطوة دي في ان احنا محتاجين نرتاح شوية، ولو كانت الخطوة دي ان احنا نبدأ نتعامل بلطف مع نفسنا شوية، ولو كانت الخطوة دي ان احنا نبدأ نسأل نفسنا انا محتاج ايه قبل ما انشغل بان انا ارد على الناس واشوفهم هم محتاجين ايه. خطوة واحدة بس، المهم ان الخطوة دي تكون فعلا صادقة. ده كل اللي احنا محتاجين ان احنا نبدأ بيه. بيبي ستيب. بيبي ستيب، كأنك بتعلمي طفل صغير المشي، يعني مش يعني واحدة واحدة، وطبيعي انه هيقع، ما فيش مشكلة ما يقع، بس هيقوم تاني. أبدأ واصبر على نفسي، وطبعا اللي هو أكون لطيف بنفسي، واتقبل حته مهمه قوي ان انا هقع، يعني اللي هو انا خلاص خدت النيه، ومن اول يناير هبطل سجاير زي ما كان المرحوم شعبان عبد الرحيم بيقول. لا، هو انا مش خلاص هبقى شخص تاني، هو انا شخص بيتعافى، بيتعلم حاجه جديده، بيدخل شكل جديد في حياته. فطبيعي ان هو مش هيعرف يمشي زي ما انتي قلتي خط مستقيم، يقع ويقوم. متقبل ده بالراحه، يلا نجرب تاني، يلا نعمل تاني بالراحه وبلطف. ما زي ما انتي قلتي احنا بنبدأ ببيبي ستيب، لكن واحنا بنراعي ان في عوائق هتقابلنا في الطريق. انتي بقى اسأليني ايه هي العوائق دي. ما هو ده السؤال اللي جاي، انت عارفاه. كنت لسه هسألك. ما في فعلا عوائق فكرية، عوائق ذهنية، عوائق فعلا علاقات حواليا بتوقعني، يعني كل ما اجي امشي الاقيني رجعت نقطة الصفر تاني. يا اما استسلم بقى خلاص، ما دي حياتي، انا حاولت اهو ومعرفتش اغير، يا اما اعرف النهى واتعامل مع العوائق دي زي طبيعي انها تظهر حاجات تعطلني. اكسل يوم الاقيني ماليش مزاج، انا زهقت من اللي انا بعمله ده، انا عايز ابقى عايش في الكومفورت زون كده، قاعد ما بعملش حاجه. بصي، هي لو فضلنا نتكلم عن العوائق والمشتتات فهي كتيرة جدا، يعني مش هنخلص منها. بس في رأيي أنا شخصيا أهم 3 عوائق هي المقارنات. اول عائق المقارنات، إني أفضل حاطط نفسي في وضع مقارنة مع اللي حواليا. ليه؟ لأن ده بيحرمني إن أعيش اختلافي.
بيحرمني ان انا اعيش رحلتي الفريدة، بيحرمني ان انا اعيش المناسب ليا واللي مش مناسب ليا. فالصراحة لا، المقارنات دي مميتة، خصوصا لما بنغرس فيها. احنا بنبعد عن نفسنا اميال بسبب المقارنات دي. تاني عائق ممكن يواجهنا هو ان اكون ماشي في رحلتي وانا متوقع الكمال. الكمال ده اكبر سبب بيخليني اعجز نفسي من قبل ما ابدا. الموضوع ما هواش مثالي، ومحدش مستنيك في الاخر عشان تاخد الجائزة الذهبية. مش هقول جائزة، عشان الصراحة هي الجائزة الحقيقية اللي هتاخدها هي اصلا مجرد الرحلة اللي انت بتعملها مع نفسك دي. ففكرة ان انا اكون متوقع من نفسي الكمال ده، انا بعجز نفسي وبرجع تاني احطها في الاطار بتاع جلد الذات ولوم النفس وتحملها ما لا تطيق. فلا، يا ريت ابعد عن توقع الكمال. انا انسان طبيعي، مش لازم احمل نفسي المثالية. تالت حاجة بقى النقد الداخلي، الصوت اللي جوايا يقعد يقول لي انت مهما عملت يا عم انت مش هتتقدم، مفيش فايدة. هو الصوت ده انا مش محتاج مني ان اهرب منه، هو محتاج مني ان اسمعه واطمنه، عشان هو اتعود طول الوقت على وقعات كتير قوي. اطمنه يعني هو صوت بينتقد بس بدافع الخوف. هو بينتقد بدافع الخوف، وقد يكون بدوافع كتيرة قوي، يعني هي بتختلف من شخص لآخر. بس اللي محتاجه مني وقتها انك كإنسان، انا مفروض ان انا بقى بدأت اعرف نفسي وعرفت دوافعي واعترفت وكل الحاجات دي. خلاص بقى انا بقيت عارف هو الصوت ده جاي منين. انا قعدت 30 سنة يمكن بسمع الصوت ده، بس انا ما كنتش فاهمه. انا كنت بقاومه، انا كنت رافضه. بدأت اسمعه، خلاص انا كده بداية التصالح معاه. ابدأ بقى اسمعه، هو انت بتقولي كده، ده النسخة القديمة مني. انا بطمنك، احنا بنبدأ رحلة جديدة، احنا ماشيين مع بعض واحدة بواحدة، انت مش لوحدك، انا معاك، لو وقعنا مفيش مشكلة، هنقوم تاني، هنكمل. فانا بطمنه. مع جميل. الوقت الصوت نفسه بيهدى جواي، ويمكن كمان بيستبدل بصوت تاني داعم ليا ويساعدني. بس هي الفكرة كلها ان انا انتبه ليه. يعني يمكن العوائق اللي اتكلمتي عنها عوائق فكرية، انا ده من صنعي، يعني محدش بيعوقني حواليا ولا في ظروف ولا احداث، ده انا اللي خلقه العوائق دي. يا اما بقع في فخ المقارنات، يا اما صوت نقد الداخلي بالظبط، يا اما التالت كان ايه، يا اما التوقع الكمال من نفسي. هو فعلا انا اللي بصنعها، بس لازم اكون لطيف بنفسي ورحيم بيها، لان غالبا ده حصل لي خلال رحلة طويلة قوي ومن غير وعي حقيقي مني. فما ينفعش افضل الوم نفسي على حاجة انا ما كنتش واعي بيها. فدي نقطة مهمة، بس دوري انتبه. بالظبط. يعني انا دلوقتي ايه اللي بمارسه دلوقتي حالا مع نفسي؟ بقارن، ستوب، خد بالك، انتبه. بس يعني عارفة فكرة ان الانتباه اللي انا بمارس ايه دلوقتي مع نفسي ده حل عظيم للتحدي ده غير كمان ان دي ممكن اصلا تبقى افكار اترمت عليك من البيئة طول ما انت ماشي في مراحل مش عايزة اقول النضج، لان النضج ده معناها كبير قوي، بس في مراحل التنشئة بتاعتك او التعلم، احنا بنتعلم طول الوقت. بالظبط. طيب احنا لو هنقول ان احنا هنبتدي خلاص رحلة الانطلاق، ايه اهم المبادئ اللي المفروض تكون معانا؟ يعني ركائز كده واقفين عليها يعني متسلحين بيها او عارفين ان احنا هنرجع لها، هي دي المبادئ اللي لازم تكون مرافقاني في رحلة الاصلاح. ده برضو سؤال مهم جدا. ودي مبادئ مهم ان طول ما انت ماشي في الرحلة تبقى حاطط عينيك عليها، زي GPS كده عشان ما توهش. طبعا عمالين نتكلم طول الوقت ونقول رحيم بنفسك، طبعا ومليون في المية لازم اللطف، لازم تبقى لطيف مع نفسك. خليك رحيم مع نفسك شوية، الله يسترك. أول حاجة الرحمة. بالله عليك خليك رحيم مع نفسك شوية. تاني حاجة الوضوح. لازم أبقى واضح مع نفسي، أبقى واضح مع دوافعي، أبقى واضح مع حتى تقديري لذاتي. تالت حاجة الاستمرارية. احنا بدأنا خطوة ببطء ان انا استمر،
ما استسلمش لمجرد ان انا وقعت. مم. رابع حاجة هي القبول، ان انا بقى ابقى متقبل متصالح مع فكرة ان طبيعة الحياة ان انا كده كده انا بني ادم، انا مش آلة، انا ايام هقوم وايام هقع، الرحلة ما هياش خط مستقيم. مم. دول الاربع اعمدة الرئيسية اللي لازم تبقى حاططهم في بالك دايما طول الرحلة. مم. حاسة عارفة كأن معايا في رحلتي مرافقني حد حنون، حد طيب، حد بيسمعني، حد بيقبلني. يعني عارفة أقولك دايما الصديق أو الرفيق قبل الطريق، فأنت في طريق محتاج رفيق، الرفيق ده هو أنت. بالظبط. فأنت محتاج إيه السمات اللي هتكون بالنسبة لك مريحة أوي في الرفيق ده؟ فعلا محتاجه يكون رحيم، ومحتاجه يكون قبلك، محتاجه يكون مش بيطالبك بالمثالية والكمال، محتاجه يكون واضح وصادق معاك. لو لقاك بتعمل حاجة يوجهك بلطف وبوضوح وبطريقة يسيرة كده. يعني أعتقد إن دي أهم فعلا حاجة في الرحلة، إن أنا أكون بمارس الدور ده مع نفسي، لأن أنا أهم حاجة إن أنا أمارسه مع نفسي، مش أدور على حد تاني يمارسه معايا، ولا أنا أكون مركز إن أنا أمارسه مع غيري. أنا بالظبط. رحلتي معايا، دي رحلتي. مش هينفع ابني البيت من غير اساس. صح. والاساس مع حضرتك، مع نفسك، مع أنت. داخلك بالظبط، مع طريقة تعاملك مع نفسك اللي انت عايز تديه للاخرين، او عايز حتى الاخرين يديهولك. اديه لنفسك الاول، دورك. انا مش دورك. بقول ان احنا هنعيش في الدنيا فرادى، لا، ربنا خلقنا يعني عشان نأنس ببعض. بس قبل ما ادور على حد يديني اللي انا محتاجه، لازم الاول اقف مع نفسي واشوف انا بدي لنفسي اللي انا محتاجه ولا لا. الله. طيب يعني في ختام رحلة الإصلاح اللي احنا زي ما قلنا واتفقنا انها عمرها ما هتنتهي، بس في ختام كلامنا على الأقل، ويمكن يكون الحديث بقية الله أعلم، إن احنا نكمل لسه الرحلة مش هتنتهي. عايزاكي كده لكل اللي بيتفرجوا علينا النهاردة واللي شافوا الحلقات اللي فاتت ولغاية واقفين معانا لغاية النقطة اللي واقفين عندها دلوقتي، توجهي لهم نصيحة أو رسالة من القلب، علشان تكون رحلة فعلا في حياتهم رحلة فيها فلاح، فيها يسر، فيها متعة، فيها تعلم، فيها لطف. من القلب بقول لكل اللي بيسمعونا، ايا كانت المرحلة اللي بتمر بيها، ايا كان السواد اللي ممكن تبقى شايفه، فانت تستحق ان انت تدي لنفسك فرصة انك تكتشف نفسك من جديد، انك ترجع لنفسك. مش عشان تثبت اي حاجة لأي حد، لكن عشان انت تستحق انك توصل لمرحلة انك تبقى صادق مع نفسك. وصدقني المشكلة، او هي دي مش مشكلة اصلا، الفكرة كلها في انك يمكن بتبص للموضوع من اخره، فبتشوفه كأنه جبل تقيل على قلبك. احنا مش عايزين نشوف الجبل التقيل على قلبنا، احنا بس محتاجين نشوف ان الرؤية واضحة قدامنا، وبعدين نهتم بالخطوة البسيطة قوي اللي سيادتك هتقرر انك تبدأها مع نفسك. واتمنى انك تعمل ده بداية من النهاردة بإذن الله. يا رب بإذن الله. مش عارفة أقول ممتنة قد إيه على الكلام اللي طالع من القلب، وعلى الرحلة اللي كانت كلها صدق فعلا. أنا وصلت قلبي بكل صدق حقيقي، استقبلت كل كلام قلناه هنا بمحبة، حاسة إن هو فعلا داخل المكان اللي محتاج ينور. فربنا ينور بكلامك القلوب. وكانت رحلة حقيقي عميقة وجميلة وممتعة، وبإذن الله لازم نكرر رحلات بقى، نطلع رحلات تانية إن شاء الله، هننظم رحلات